احنا قاعدين مع بعض، بس كل واحد فينا في عالم تاني. الموبايلات سرقت مننا اللمة اللي كانت بجد. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1940، وقت صلاة المغرب في بيت مصري أصيل. أول ما هتدخل هتحس بدفى مش طبيعي. مفيش شاشات بتنور، النور الوحيد كان طالع من عيون الناس وهي بتبص لبعضها. اللمة كانت فرض، والأكل ملوش طعم لو ما كانش جماعة. الكلام كان بيتقال بحب، والضحكة كانت بتطلع من القلب وتسمع في البيت كله. الحالة دي لخصها الأديب نجيب محفوظ في روايته حديث الصباح والمساء. كان بيوصف إن الدفى اللي بيملى البيوت مش من الفحم ولا الحطب، كان من ضحكات أهل البيت واجتماعاتهم على مائدة واحدة. زمان البيت كان هو الأمان، والونس أغلى حاجة بنملكها قبل الزحام الرقمي ما يعزلنا عن بعض. وبس كده، رجعنا لزماننا تاني، ولسه كل واحد فينا باصص في شاشته، والبيت غرقان في صمت الديجيتال. استنونا في الرحلة اللي جاية، هنروح لزمن أدفى بكتير.